اجى التوقف الدولي ويا محلى جيته، واخيرا حنشوف منتخبنا الوطني بحلته الجديدة وبكامل نجومه وبعد طول غيبته. امام منو؟ امام النمور الزرقاء، منتخب البوتات، منتخب الهند الوطني، المنتخب المكسور بغياب اسطورته ونجمه الاول سوني لتشتري. واليوم وبهذا الفيديو حاسوي لكم افضل تشكيلة ممكنة لتفنيش البوتات الهندية وباقل مجهود وحسب عدة اعتبارات. yeah, let's get started. بحراسة المرمى I prefer and you'll prefer القط الأبيض جلال حسن، وبخط الدفاع ومن مبدأ إتاحة الفرصة والاستحقاق راح اختار الوافد الجديد ماسي سارتين، وبجانبه وبكل تأكيد ما راح اختار المنتهي ريبين او حتى القاضي علاوي، لا وانما I'll choose فرانس بطرس، فاللاعب فورمة وبأتم الجاهزية للبدء وبشكل أساسي وبهذه المباراة. أما بالجبهة اليمنى الدفاعية فراح اختار ظهير هيرنفن الهولندي المميز حسين علي، وطبعا وبكل تأكيد اللي حيشغل الجبهة اليسرى هو المحترف ميرخاس دوسكي اللي ما لعب بمركزه الأساسي بمواجهة كولومبيا وتم تبديله بمنتصف المباراة، على عكس يحيى اللي سجل مشاركة كاملة بذيك المواجهة. من مبدأ المساواة بالفرص المحترف هو الأحق بالفرصة هذه، خاصة انه المحلي شفناه كثير ووقفنا على مستواه سواء بالدوري المحلي او بطولة العرب او حتى مع المنتخب. yeah, that's why I get ميرخاس as starting. بخط الوسط راح اختار الأجهز والأجدر، وهنا أنا أقصد أمير العماري وأسامة رشيد وزيدان إقبال. أما على الجبهة اليمنى الهجومية فراح أختار السناطي، وراح أقعد بايش دكة كونه هو الآخر أخذ أكثر من فرصة وتعرفنا تماما على إمكانياته. وعلى الجبهة اليسرى والنفس السبب راح أختار أحمد فرحان على حساب القصير المكير أبو سعدية. أما بخط المقدمة فراح أختار الحمادي كأساسي وبالشوط الأول والحموي كاحتياطي وبالشوط الثاني. وطبعا إذا تأهلنا وهذا ما لا ريب فيه راح أختار باشن كأساسي بنهائي البطولة وأيمن كاحتياطي بعد الدقيقة 75، كونه لسه مش بالفورمة، ولكن من باب الإنصاف يجب مراعاة مشاركة الجميع. yeah, that is my تشكيلة and I just want you to give me your opinion about it يا عزيزي المشاهد وبخانة الكومنتس. and yeah, that's it. Peace out.